طلاب المدارس اللي تشكون من النسيان، وكل الناس بصورة عامة، بس بالأخص طلاب المدارس خطية اللي يشكون من النسيان، يحضر المادة ويروح للامتحان وكأنه ما كل شيء ما درس. تعالوا وياي تعالوا وياي تعالوا وياي، اسمع اسمع اسمع. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا أنساك الشيطان شيئا فضع يدك على جبهتك وقل. خلي إيدك على قصتك زين بأي طريقة تعجبك، وقول شو تقول؟ تقول: اللهم إني أسألك يا مذكر الخير وفاعله والآمر به أن تصلي على محمد وآل محمد وتذكرني ما أنسانيه الشيطان الرجيم. خلصت. خاف تنسى، لأن واحد فد مرة أنا ناشرة هالمنشور، واحد قايل لي مو هي المصيبة خاف أروح للامتحان والنوب أنسى هذا اللي لازم أذكره، أنا نسيت المادة والنوب أريد أقرأ هذا القول خاف أنسى. قلت له بعد هاي كارثة هاي. فخاف كل شوي يصير صدق وتنسونها. ايش تتذكرون؟ شغلة ثانية، قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد 3 مرات. هاي رواية، وذي كمال اللهم صل على محمد وآل محمد هم رواية أنا ناشرها سابقا، لكن ما أتذكر هسه مصدرها بالضبط وين، بس أنا ناشرها وناشر مصدرها وياها تفاصيلها، بس أتذكر الحكي بأنه تقول إذا نسيت شيء تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ترجع تتذكر الشيء اللي نسيته. كلام هاي الرواية الطويلة وين؟ الباب 10 في الأدعية صفحة 267، كتاب مكارم الأخلاق. الله يحفظكم إن شاء الله، وفي أمان الله.